مغناس يسجل أول هدف مع فريق موناكو في الدقيقة 93. قضى به على كل آمال فريق كليرمونفوت في تسجيل هدف التعادل مطلقا بذلك رصاصة الرحمة ويؤمن فوز فريق موناكو والعودة بكامل الزاد. Quand j'étais sur le banc, j'y pensais déjà. En fait, voilà, c'est vraiment beau là-bas, petit siphon qu'ils ont fait, la petite tribune. Donc c'était important pour moi que, voilà, si je marquais d'aller les voir, d'aller célébrer. مغناس أكليوش من مواليد 25 من فيفري 2002 وهو يلعب في مركز خط الوسط الهجومي في نادي موناكو. وكانت تقارير سابقة صادرة عن صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت أن اللاعب الجزائري مغناس أكليوش يريد مغادرة نادي موناكو الفرنسي وهو مطلوب في ألمانيا. وحسب نفس المصدر فإن أكليوش مطلوب في ألمانيا إذ إن نادي فرايبورغ الألماني مهتم بالتعاقد معه. إلا أن الأمور لم تسير كما يجب وواصل اللاعب في نادي موناكو. وكان اللاعب الجزائري الأصل محل اهتمام نادي ليل الفرنسي وأتلانتا الإيطالي. واللاعب المولود في فرنسا عام 2002 هو من أبوين جزائريين. مسيرته بدأت من بوابة فرق الهواة في فرنسا ولكنه تمكن من خطف الأنظار مع الهواة مما جعله محل متابعة من قبل الأندية الفرنسية. وانضم الموهبة الجزائرية عام 2014 لمركز كليرفونتان. وفي عام 2017 انضم الجناح الشاب لنادي موناكو في صفقة انتقال حر قادما من النادي الهاوي التروسي قبل أن يوقع عام 2022 أول عقد احترافي مع الفريق حتى عام 2024. وقدم اللاعب الشاب مستويات قوية فتحت أمامه أبواب الانضمام لمنتخب فرنسا للشباب. وشارك في 7 مباريات مع منتخب فرنسا للشباب في مختلف المسابقات سجل فيها 4 أهداف بجانب صناعته ل3 أهداف أخرى. Écoutez, il arrive à déborder, je pense qu'il a aussi une bonne pointe de vitesse, donc ça lui permet aussi de prendre de vitesse le défenseur et il la met dans la bonne zone. Donc, et après, je peux que couper et bien finir.